علاش حنبعل في الدقيقة الخامسة ما حبش يلعب الكورنير وبقى يستنى ومشي يحكي مع أصحابه. المنتخب التونسي في الدقيقة الخامسة جيتوا أول كورنير وحنبعل في التنفيذ. التمركز متاع اللاعبين كان ناقص حاجة، وشفنا حتى العابدي والسخيري يتناقشوا شكون يطلع وشكون يبقى للتغطية الدفاعية. ملاعبية المنتخب تحسهم موش فاهمين ونيخفوا حتى في الكرات الثابتة، ولكن بعد تمركز براون أمام الحارس شفنا حنبعل عمل له كي بي دي ونفذ الكورنير في دوزيام بوتو. صحيح ما جابتش برشا خطر على المنتخب المالي، اما حاجات هذم يدلوا على عدم الانضباط التكتيكي بين لاعبي المنتخب، وانه الحاجات هذم هما اللي خلاونا ما نستغلوش حتى الكرات الثابته باش نسجلوا اهداف، لانه التباطؤ في التنفيذ يخلي حتى اللاعبين يفقدوا التمركز متاعهم ويفقدوا حتى عامل المفاجأة. الحاجة هذه تعاودت 3 مرات، وشفنا حتى سامي طرابلسي احكي عليها في المؤتمر الصحفي. الانسحاب حاجة طبيعية كي نشوفوا لاعب كيما شواط ماهوش في التشكيلة الأساسية، وكي نشوفوا المردود المحير متاع العاشوري اللي كان غائب طيلة المباراة، والتغييرات الغريبة اللي قام بها المدرب.